احلى قعده مع اسبريسو في يوم الجمعه بالليل من غير رياضه من غير تمرين. لو متضايق تعالى خليك رايق. عشاق القهوه لا تنسوا الاشتراك واللايكات والشير والدعم. القهوه هي ابو اليوم كله، طبعا دي اسبريسو، بس حبيت اعرفكم ان القهوه هي اللي بتحل يومك وتحل مزاجك. احلى اسبريسو. بص البن عامل ازاي. لو متضايق تعالى خليك رايق. لا تنسوا الاشتراك وتفعلوا في القناه وبطلوا نوم في القناه. مش شرط يكون عندي تمرين عشان اروح اشرب لي اسبريسو، مش شرط اكون عندي حاجه اشرب لي اسبريسو. انت بتشرب قهوه من ناحيه الفوقان، صح نمت كويس اشرب قهوه. عندك مثلا حاجه عايز تعملها في يومك كله يعني تشرب لك كوبايه اسبريسو. بس هذا حاجه مهمه جدا بالنسبه لكل اللي عايزين مصلحتهم دول على اليوتيوب، يعني مع احترامي لما انزل مثلا عن تخطيط او عن حاجه خاصه في رياضه في حرق الدهون او حاجه تفيدك. يعني ليه انت النهارده بتبقى عايز مصلحتك وتتكل على الله؟ ليه انت النهارده ما تبقاش من اعز الاصدقاء عند الكابتن عزوز؟ ده مثلا انا راجل عندي قناه على اليوتيوب، فاتح اليوتيوب، انا بقول له اليوتيوب ده النهارده مجرد تعليقات كده، يعني شكر للتعليقات الحلوه اللي بشوفها. التعليقات اللي بتشوفها في اليوتيوب مجرد بس كلام، لكن ما فيش حد النهارده عايز يدخل معاك يعني من ناحيه المحبه ليك، ان هو مثلا يسال عليك او يسبح عليك او يطمن عليك. احنا في زمن النهارده اصبحنا في زمن السلام عليكم وعليكم السلام. لكن لما تيجي تنفع حد في مصلحه في رياضه، انا مثلا كابتن عزوز، واحد ولا واحده بيسالني يا كابتن عزوز انا عايز مثلا تمارين بتاعت التخسيس او بتاعت حرق الدهون، فبديله التمارين دي واعمل اللي عليا لوجه الله. بس ليه انت النهارده ما تفضلش عندي في القناه، او مثلا ما تعمليش اضافه على الانستجرام او فيسبوك؟ انا النهارده لو هنفعك بحاجه واحده ممكن انفعك ب100 حاجه، مش بس في رياضه يا راجل. يعني النهارده لو اتكلمت عن تخسيس حرق الدهون ممكن انفعك بحاجات جديده كتير قوي، يعني ممكن انفعك بحاجات انت يمكن اول مره تشوفها. وليه انتوا ما تبقوش من الاصدقاء، من اعز الاصدقاء عندنا؟ بتبقى عايز مثلا مصلحتك وتمشي. والحركه بقى الصعبه جدا اللي شفتها من بعض المشتركين، انك انت لما واحد يطلب منك مصلحه، يطلب منك حاجه وانا بنفعه، يجي بعد كده يلغي الاشتراك. بدل ما يفضل عندي في القناه، لا يروح حاذف الاشتراك ويتكل على كان بقى انا مليت لازمه. تبقى عايز مصلحتك وتتكل على الله، ما كده عيب يا جماعه. انا لو هنفعك بحاجه النهارده ممكن انفعك ب100 حاجه، فيا ريت نبقى كويسين مع بعض، نحب القناه ونستمر في التفاعل وفي اللايكات. ما تبقوش كده تم بكمن. في بعض المشتركين جزا الله خير بيتفاعلوا وبيقدروا المجهود اللي بيعملوه، وفي بعض المشتركين كده شوف الكابتن عزوز عامل ايه، شوف الكابتن عزوز بينزل ايه كده، يفضلوا يتفرجوا عليك ولدرجه كانك انت ما كنت بتتعب ولا بتنزل محتوى. فما تتقوا الله يا اخي، اتقوا الله في الفيديوهات اللي بنزلها. لا سيفلكم لا حس ولا صوت. فين المشتركين بتوع زمان اللي كانوا مستمرين في التفاعل والدعم؟ دلوقتي النهارده التفاعل 0%. حب القناه يا اخي واتقوا الله. ممكن انا انزل حاجات تفيدك وانت نايم في العسل. شكرا.